في الليلة الباردة المشؤومة من 14 أبريل 1912 كانت سفينة التيتانيك، وهي واحدة من أكبر السفن البحرية في تلك الحقبة، في طريقها من ميناء ساوثامبتون في إنجلترا إلى نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية، حاملة على متنها أكثر من 2200 شخص بما في ذلك لا ركاب ولا الطاقم. وكانت السفينة تتجه بسرعة عالية عبر مياه المحيط الأطلسي، حيث وصلت إلى منطقة ذات درجات حرارة متدنية، وقد كانت تحذيرات بشأن وجود جليد في المنطقة. وفي حوالي الساعة 12:03 مساء اصطدمت السفينة بجليدة كبيرة في المحيط، وعلى الرغم من الجهود الجادة للقيادة لتجنب الصدمة، إلا أنها لم تستطع الحفاظ على سلامة. تعرضت السفينة للتحطم والتكسير في القسم الأمامي، وتسربت المياه بسرعة في حين تم إطلاق الأسطوانات الطوارئ لتساعد على البقاء على السطح، وتم إعطاء أمر بالاستعداد للنجاة. ولكن الأمور ساءت بشكل أكبر بعد ساعة واحدة، حيث بدأت المياه في الوصول إلى غرف المحركات والأجنحة الداخلية، مما جعل السفينة تميل شيئا فشيئا إلى الجانب الأيسر. على الرغم من محاولة فرق الإنقاذ لإنقاذ الركاب والطاقم، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على الحفاظ على السفينة بسبب تصدعها وغرقها في المحيط الأطلسي. وفي الساعة 2:03 صباحا من 15 أبريل غرقت سفينة ريدريان في المياه، وفي تمام الساعة 2:03 صباحا غرقت السفينة التيتانيك تماما، مما تسبب في مقتل حوالي 1500 شخص بينهم الركاب وأفراد الطاقم. وهذا الحادث الأليم يعتبر واحدا من أكبر كوارث الملاحة في التاريخ، وأثار حزنا وصدمة في جميع أنحاء العالم.